في عالم الكرتون المرعب وراء الظلام يوجد أشياء مخيفة قد تقتلك وتصيبك الهلاك. مهرجون خطيرون، وناس ميتون، ووحش يحمل سكينا في عالم أسود قاتل دبت فيه كل الشرور، في متاهة لا تنتهي لا تخلو من الخداع الدائم، ولا يوجد مكان للاختباء. جامبول، ومن لا يعرف جامبول؟ كلنا نعرفه. أما أنا في هذا الفيديو سأتحدث عن حلقة من جامبول، بالتحديد حلقة الغيرة. أنا أظن أن القليل منكم من يعرف هذه الحلقة لأنها لم تعرض كثيرا مثل بقية الحلقات. هذه الحلقة تحتوي على أشياء مخيفة للبعض. حسنا لا يهم، فلنبدأ. تبدأ الحلقة في يوم من الأيام حين كانت بيني تتدرب على الباليه في الملعب مع أصدقائها، وكالعادة لا ننسى جامبول حين كان يشجع بيني، ومن ثم بعثت له قبلة فوضعها في قميصه وقال مكانك هنا في القلب. فتعجب منه داروين وتساءل عما يفعله، وقال له متى تتوقف عن حياتك في الأحلام؟ أولا لا أرى الشمس حولي، فجأة هطلت الأمطار، وبعدها سقطت بيني من قفزتها الرائعة فتلقت صفعة قوية لدرجة أن التراب وصل إلى حلقها. فاستاء ليزلي وقال أن جامبول يضحك، والغريب في الأمر أن جامبول لم يفعل شيئا ولم يكن يضحك حتى. أظن أنه كان غباء من ليزلي. وبعدها صار حوار بين داروين وجامبول عن عالمه الخيالي، فقال له جامبول وما المشكلة؟ فغضب داروين كثيرا لأنه أحضره إلى هناك ليتناول وجبته تحت المطر ليشاهد هو بيني وهي تفشل كل يوم. فأجابه وقال أن قلبه مليء بالحقد وأنه يغار منه. تأسف داروين ورد أنه لم يقصد القول بأنهما كان لن يكون أصدقاء أبدا، وأنه هناك من سبقه. وعندها ظهرت لقطة جديدة بأن ليزلي يساعد بيني لأنها وقعت بقوة على وجهها. وبعدها يقول جامبول أن ليزلي بريء، وبعدها يحزن ليزلي بيني. God damn ما هذا؟ بيني هي صديقة جامبول، لماذا يساعدها كأنها تسرق أمام عينيه؟ ما هذا؟ لم أعتقد أن الكرتون سيصل إلى هذه النقطة بالذات. حسنا لا يهم، نكمل. وبعد هذا كله تشتعل نار الغيرة في جامبول ويصبح لونه أخضر، ثم أظن أن هناك شبحا قد دخل فيه، ومن ثم يقول أنه هكذا تبدأ الحكايات، سأصبح صديقها وأصبح أنا من الماضي. وفجأة يرجع إلى حالته العادية ويقول أنه لا يظن ذلك لأنه لطيف. وبعد هذا يتحول لونه إلى الأخضر ويقول أنه سيضع حدا لذلك، فيجري بسرعة فائقة حتى أنه سبق الأول، ومن ثم يأخذ كرة الركبي ويضرب كل اللاعبين حتى أنه هزم أقوى لاعب في تلك اللعبة. كان يريد أن يصل إلى ليزلي ولكنه لم ينجح، لقد سقط في واو، لم أكن أعتقد أن جامبول صار قويا في الرياضة. كابتن ماجد تعطيه كرة يصير الأول، تسابقه في سباق يصير الأول. أبهرتني يا جامبول في هذه المرة، أصفق لك. وبعد كل هذا نمر إلى اللقطة التالية، حيث أنه كان ليزلي مع بيني يتناولان الغداء، فيظهر جامبول وكأنه يتجسس عليهما وهما يتحدثان، فيتحول إلى لون أخضر ويقول أن ليزلي هو سارق الأصدقاء. وفجأة من مكان غير متوقع تخرج كاري وتتساءل عما يحدث، فأجاب داروين بأن جامبول يغار من ليزلي فيغضب لأنه يسرق صديقته، ويذهب إلى ليزلي لكي يضربه لكنه لم يستطع أبدا.
قالت بيني: جامبل، ما حكايتك؟ فيجيبها بأنها تبيع صداقتها لأجل هذا الفاسل. وعندها ينصرف لازلي وبيني معا من ذاك المكان، فيعود جامبل إلى حالته الطبيعية ويقول أنه آسف، وبعدها يدخل في صراع مع نفسه، ومن ثم يتهم أن ليزلي قد سرق أدوات الناظر براون لكي يعتقله. فيجيب الناظر براون: وما التهمة بني؟ فيجيب جامبل الأخضر أنه قد سرق جائزة المدرسة التي وجدها في خزنته. فينظر إليه الناظر براون ويجيب لازلي بأنه يحاول إرساق التهمة به، فتقول كاري بأنه هو الفاعل ويكون كذلك. وبعدها يستيقظ جامبل ويرجع كما كان، فينسى كل شيء. ومن ثم يأخذ جامبل إلى مكتبة السيد براون هو وبيني ولازلي، فتقول له بيني بأن يعتذر. فجأة يظهر جامبل الأخضر وينعته بأوصاف سيئة، فتقول ليزلي: أرأيت كيف يكرهني؟ ما مشكلته اليوم؟ فيجيبها: أنا لا أكرهك، لكن سأوضح الموضوع بعد خروجي من السجن. ويضحك براون ويقول: جامبل، لسنا في الشرطة. وعندها يظهر جامبل الأخضر ويقول: إذا لن تمسكوا بي في حياتكم. ويحاول الخروج من الباب، لكن رأسه يرتطم بالباب عدة مرات. كالعادة نحن نعرف حماقته. تقول بيني: جامبل، أصلح الوضع مع ليزلي. فيقول هو: حاضر. ويظهر جامبل مع ليزلي في الحديقة، فيرى مقعدا في الظل، وبعدها يجلس مع ليزلي في ذلك المقعد، فيتصالحان. وبعدها يضع جامبل يده على الأرض ويحول إلى اللون الأخضر ويسحب خيطا، فتسقط الحشرات والديدان. وفجأة لا يستطيع ليزلي الحركة لأن جامبل وضع الغراء تحت مقعده. وبعدها يضحك ضحكتها الشريرة ويطلق نكاتا سخيفة، ثم يدق جرس المدرسة، وتقول بيني بأنها مسرورة بتصالحها مع ليزلي. فجأة يظهر ليزلي وتقول: لا، ابتعدوا عن السفاح، فقد عقله. وكالعادة دائما يظهر جامبل الشرير ويتساءل كيف هرب، وهو وضع الصمغ على المقعد. يجيب بأنه ترك الدلو ملتصقا هناك. يغضب جامبل ويذهب إليها وينزع أوراق وجهها الجميل فقط. وبعدها يمسكه دارون وبيني، ثم تظهر كيري قائلة: أعرف ماذا سنفعل. وبعدها تأخذه إلى بيتها وتحيط به مجموعة من الشموع في شكل دائرة لكي لا يخرج منها. بعد ذلك تقول كاري بأن لا يقتربوا من الفلفل لأنه سيحميهم من الغيرة التي استولت على جسمه ويجب أن يخرجها. فوجهت المرآة إلى جامبل ليعطيهم إشارة، ويا للفرحة، أعطاهم تلك الإشارة مما يدل أنهم لم يفقدوه. وبعدها يرددون جميعا: أخرجي يا غيرة، إلى أن تخرج من جامبل. فجأة تدوس بيني على الفلفل مما يؤدي إلى خروج الغيرة من دائرة الحماية، ويقوم بالفوضى في منزل كاري. بعدها تأتي ليزلي، وأنا كنت أظن أنه سينقذ الوضع، ولكن لقد صفت وجه كاري. فجأة تدخل الغيرة في ليزلي وتقول: أتمنى أن يكون لي بيتا مثلك. وثم تدخل في كاري وتقول: أتمنى لو كان لي جسم مثلك. ثم تدخل في دارون وتقول: أنا لا أتمنى شيئا. ومن ثم تخرج منها وتقول لبيني: أنت خدعتني، سأنتقم منك شر انتقام. هنا أصدقاء هذا ما يعجبني في الأسرار. فتبدأ في الانتفاخ شيئا بعد شيء، وأثناء ذلك تقوم بيني أن ليزلي هو ابن عمي. واو يا للسماء، ليزلي وابن عمي تلك بيني، يا للسماء، لم أكن أعتقد ذلك يا أصدقاء. ومن ثم تنتفخ الغيرة، وأخيرا بعدها انتهى كل هذا. يقول جامبل: لما لم تخبروني من قبل؟ فيجيبه ليزلي بأنهم أخطأوا. وفي الأخير، وهذا ما يعجبني في جامبل، أنه دائما يتعلم الدرس.
وبعد ذلك أخذ يمدحه أصدقائه بأنه تعلم. والفاجعة الكبرى أن الغيرة دخلت في باني وقالت: أبعدي يدك المخيفة أيها الشبح. الغريب في الأمر بأن الغيرة لا تستسلم أبدا، وأنها من الأول قد دخلت في غامبول ومن ثم دخلت في بيني، وهذا ما يدل على أنها مستمرة إلى الأبد. هذا الأمر غريب، وهذا يدل بأن هذه الحلقة فعلا هي حلقة شيطانية جدا من عالم غامبول المدهش، وبالتحديد تعد أول حلقة مرعبة ليست هي من تأليف المؤلف الأصلي. نعم يا أصدقاء، هذا هو حقيقة الكرتون علينا أن نقبله بكل نواحيه، بأسراره الغامضة وأسراره المرعبة، بكل شيء علينا أن نقبل الكرتون. حسنا يا أصدقاء، والآن لقد كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة، اضغطوا على اللايك وشاركونا تجربتكم في التعليقات بهذه الحلقة المرعبة. بصراحة أنا أرى أنها مرعبة جدا. حسنا يا أصدقاء، هذه هي الحلقة. كان معكم نيد جانسو، سلام.